أنا كيف تعرفت على زوجتي، كيف تلاقيت بهاي المخلوقة، كيف هي من الجزائر وأنا من سوريا، أنا مقيم بألمانيا وهي موجودة بالجزائر، كيف تلاقيتوا، شلون صارت. أوكي، السلام عليكم أصدقائي وأهلا وسهلا بكم اليوم فيديو جديد. شلونكم؟ سافا؟ لاباس؟ مريقلة؟ قبل ما نبدأ الفيديو ما ننسى أخوتنا وأهلنا في فلسطين وفي سوريا، الله يرحم الشهداء والله يحميهم والله ينصرهم. نزلت ستوري على الانستغرام وسألتها بيكم اسألوني السؤال اللي يخطر على بالكم، اسأل ولا تخجل. فكانت أغلب الأسئلة عن زوجتي وكيف تعرفت على زوجتي وكيف تزوجنا وهي من بلد وأنت من بلد، كيف التقيتوا وكيف وكيف وكيف. هاي الأسئلة يعني من حقكم أنكم تعرفون، بما أن أنا قررت أطلع على اليوتيوب. ولكن بشيء مهم أنا عندي، أنا مش الإنسان اللي يظهر حياته الشخصية بشكل مباشر، يعني أنا ممكن أحكي لكم بشكل سطحي. كيف لقيت الزواج مع جزائرية؟ شايف الكرش أو خارج، يعني باين أني متهني ومتهلية في كرشي ونأكل كل يوم. زوجتك قبائلية؟ زوجتي قبائلية. يقولون ذا مقفول، ذا كربابين، ذا كربابين، ذا بقروي، ذا أعرور، ذا مو هيك إيه من بجاي هم خلة، يقولون خلة عملاقكم أطاس عملاقكم خلة. أنا نعرف نهدر قبائلي، ذا قبيليث، ذا قبيليث. يقولون ذا كثير، يا ايش قد يقولون ذا. كيف تقدر تكون انت وزوجتك مهضوم لهذه الدرجة؟ ما شاء الله انت المهضومة اعرف ايش تهدر. انا عملت ايه الله رزقنا. شكرا ويعطيك الصحة. ما شاء الله بتحكي جزائري منيح. تحياتي لحضرتك واهلنا بالجزائر، اختك من سوريا. نهضر جزائرية مليح باسكو الجزائر هذه بلادي الثانية، نبغيها بزاف. وتحياتنا لخاوتنا من سوريا. نكرتو. خلاص. كيفاش نطيح في واحد عنده دراهم؟ صدمة كبيرة. نعتمة وجه مرتك. نعتلي مو تشوفني وريني. نعتلي نعتمة نعتلنا شوية هذه تبان. يا تقرعيج داير حالة عندكم. واش نعتلنا وجه مرتك هذه؟ ما والله غير نسيها هذه برك. ما ننعت ما والو، ما كاش من هذا. انا ما نوريش صح. خلاص نسوها برك. نعتلي وجه مرتك وهي تقرعيج. انا عتلي وجه ما كاش من هذه. الله ما توريناش الدار المدام، نغير عليها اختي، نغير عليها. ما نور تبقى ورا الكاميرا برك، هذه بلاصتها. انا نقول لكم كيف دايره مرتي صح، نهدر لكم باش تعرفوا وجهها كي داير صح. هي عندها وجه وعندها نيف وعندها خد وعندها رجلين تمشي نورمال ويدين وشعر. حبست رياكشن؟ نو اخويا ما حبستش. نعاود ان شاء الله وندير فيديوهات رياكشن بطريقة اجمل. واذا عندكم افكار فيديو اعطوني بالتعليقات افكار فيديو رياكشن او اي فيديو من نوع ثاني، يعني اعطوني، لان راح تكون القناة مش بس رياكشن، راح تكون شغلات كثير، يعني حياة يومية نطلع ونفوت وكيف حياة اثنين كوبل متزوجين جزائري وسورية. لا عفوا سورية وجزائري. شايفة أنا داير روحي جزائري، حتى كي نهدر نعتبر روحي جزائري. بس أنا جزائرية ما قلتش أنا أوكي. أنا ما ترجعني سورية، جزائرية وسوري. Why you are a good man. Thank you very much. واش صهري وقتاش تحبط للجزائر؟ وقتاش نحبط للجزائر؟ ان شاء الله كي يكتب ربي نحبط للجزائر وندي الفيزا الاول، ومن بعد ان شاء الله نجي للجزائر. بعد حب كم سنة تزوجت؟ بصراحة ما طول حبنا، يعني اصلا ما كان في حب قبل الزواج، كان في اعجاب، وهذا الاعجاب دخل الى مرحلة الحلال. يعني انا شفتها البنية عجبتني، رحت طلبتها
وتزوجتها وصار بعد الزواج حب. هذا هو الزواج الحقيقي أو الحب الحقيقي. أما موضوع إنه أحبها وفوت بعلاقات سنين بدون علم أهلها، وركز على كلمة بدون علم أهلها، هذا الموضوع خطأ جدا، وما أنصح أي بنية ولا تلحس مخكم المسلسلات التركية. كيف هي نظرتك للزواج عن الأول بعد ما تزوجت؟ إذا لقيتي الإنسان المناسب فراح ترتاحين. ما رأيك في الجزائر بدون مجاملة؟ شوف، الجزائر بشكل عام رأيي فيها دولة جميلة ساحرة، ولكن مش معتنين بالأمور، يعني سايبينها، لازم فيها شوية اعتناء. دولة رائعة من ناحية الجمال، كثير أحب جمالها وسحر مناطقها. يعني في عندكم مناطق يا إلهي شيء خيالي من الجمال، طبيعة خلابة جدا. ومن ناحية الدولة الجزائرية فيها إيجابياتها وفيها سلبياتها. يعني مثلا الفيزا صعبة كثير. في كمان أمور مثل راتب البطالة موجود، لما بدك تبني بيت الدولة تساعدك، تروح على الجامعة لما تدرس يعطونك راتب، وإذا كان راتب بسيط يعطونك، في سكن جامعي إلك يعني، والتعليم مجاني. في أمور جيدة جدا أنت ما أنت شايفها. أنا لأنه من بلد ثاني أشوفها كثير ممتازة. راح تحتفلوا بيناير؟ تحتفلون بيناير؟ إيه يحتفلون بيناير. إيش هي يناير؟ السنة الجديدة عند الأمازيغ. رائع ما شاء الله، ربي يبعد عليكم العين. شكرا إن شاء الله يا رب يبعد علينا العين. سؤالي، كيف تتعامل مع الشريك الغامض؟ يلا يا زلمة اكشف أسراركم. أي أسرار؟ شلون يعني كيف أتعامل معك؟ كيف أتعامل معك يعني؟ نتعامل مع بعض بكل تفاهم، شغلات كثير متفاهمين عليها وحاطين النقاط. أنا ليش أحبها تعمل لي إياه، وهي ليش تحبها أعمل لها إياه، وأنا ليش أكرهه هي تبعد عنه، وهي اللي تكرهها شغلات اللي تكرهها أنا كمان أبعد عنها، وهيك الأمور تفاهم متفاهمين الحمد لله. تزوجت بوحدة جزائرية ولا ما زال؟ صباح الخير خويا، صباح الخير، وين راك أنت؟ كم عمرك؟ 27. واش معناتها فشرت اللي قالتها سعاد تاع باب الحارة وعلى جالها راجلها طلع؟ يا مرتي تعبتني بهذا السؤال. يا كل ما شفت جزائري سقسيني وش معناتها فشرت. وش بيكم هذا ما أعرف. مستحيل أشوف جزائري وما يسألني هذا السؤال. وش معناتها فشرت؟ ما فهمناهاش. خسئت، هكذا معناها. خسئت. الله لا يوصلك. فشرت لها أكثر من معنى، وحسب تجي حسب المعنى بالجملة اللي نقولها. ولكن اللي قالتها سعاد أم عصام هي خسئت بالعربية الفصحى، وانت شوف بالعربية الفصحى ترجمة للجزائرية وشوف كيف تطلع. في البيت أي لهجة تتكلموا بكل صراحة؟ حاسة جزائرية مش سامحة فيها دردنا. أي لهجة نحكي بالبيت؟ جزائرية. والله أنا جزائرية. ما أحيانا تحكي قبائل وما أفهم عليها، أفهم بس أبو قروي. أعرف هي تقول لي أبو قروي، وأتوقع أنه كلمة أبو قروي هي يعني كلمة جميلة تغازلني بيها، لأنه هي تقولها وهي مبسوطة يعني. من أي مدينة زوجتك في الجزائر؟ بجاية. بوجي؟ لا مو بالقبائل، بالفرنسية شمع. بوجي. كاش نهار جيت الجزائر ولا جامي رحت للجزائر؟ إن شاء الله كي يكتب ربي نهبط ليها. احكي لنا عن تجربتك بالزواج من فتاة جزائرية. تكون تدي جزائرية أخوي، ولا تديها سورية، ولا تديها حتى ألمانية. إذا ما كاش تفاهم العلاقة ما راح تنجح. كل واحد وش يدي والمفاهمة تجي، سواء كانت جزائري ولا سوري ولا عربي، ولا المهم تكون مفاهمة بين اثنين وتكون انضباط. الفتاة الجزائرية فيها كل المواصفات اللي أنت بدك إياها، من ناحية الجمال، الأخلاق، الحشمة، الطبخ، كل شيء، ترتيب المنزل، التعامل مع الزوج. السلام عليكم يا زن، وين راك مستقر حاليا؟ شكرا لمتابعتك من جزائري. أنا مستقر في ألمانيا. أخويا أنا حابة نطلع ألمانيا من أجل العمل، بصح خفت، قالوا لي أنه ألمانيا بلد العنصرية خاصة من ناحية الحجاب. هي مش بلد العنصرية، ولكن دققي على كلمة من ناحية الحجاب. من ناحية الحجاب أعمال كثير ما راح تقدرين تشتغلينها عشان أنت لابسة الحجاب. كمدرسة صعب أنه تشتغل المدرسة وهي لابسة الحجاب، يخافون أنه أنت تعطينهم
صورة للبنات الصغار اللي جايات يدرسون ويدخلون الإسلام ويتحجبون. يعني ممكن تشتغلين بمناطق ثانية مثل التمريض، الطب بشكل عام، يعني كدكتورة أو كممرضة أو كرعاية المسنين أو كرعاية الأطفال. هاي الأماكن ممكن تشتغلين فيها، الأماكن اللي ما تظهرين على العلن بيها قدام الناس يعني ويشوفونك الألمان، وهم بأماكن جدا بحاجة إليك فيتغاضون عن موضوع الحجاب وتشتغلين فيها. ولكن عنصرية ما في هاي العنصرية وما في الهجوم وما في هاي الأمور، بس في عنصرية تجاه الحجاب. صح. أكثر شيء تكرهه في الجزائر، وهل زرت مدينة باتنا؟ أكثر شيء أكرهه بالجزائر هو التقلاق والتوسويس. داير حالة عندكم التقلاق والتوسويس. وهل زرت مدينة باتنا؟ يا أنا الجزائر قاعد ما زرتهاش، كيف بصح إن شاء الله كي يكتب ربي نزور باتنا ونزور تيم قاد. تيم قاد تيم قاد تيم قاد اسمها تيم قاد. اي اوكي تيم قاد. وين ساكن في ألمانيا؟ هل تعرف سوري في ألمانيا متزوج بجزائرية؟ أنا ساكن في الغربية بألمانيا، هنا جارنا متزوج من جزائرية صارهم 20 سنة وعندهم أولاد. أكبر ولد عنده يمكن عمره 19 سنة، وكمان أبو صديقي متزوج جزائرية صار لهم شي 27 سنة. وفي كمان كانت سورية متزوجة جزائري هون. ربي يحفظك كود تو بارت ان الجيريان. ايش يعني؟ ربي يحفظك كانت تو بارت ان الجيري. ايش يعني كانت؟ كون فن فن تو بارت. ربي يحفظك ايمتى تجي على الجزائر ان شاء الله اخوي، ان شاء الله كي يكتب ربي شويه يكون عندي الوقت ندي الفيزا ونهبط للجزائر. ورينا اخوك مهند توحشناه. والله راجل مهند خلاص. كيف تعرفت على زوجتك؟ كيف تلاقيت بيها؟ هي من دولة وانت من دولة، عاداتكم مختلفة، كيف حتى تزوجتوا؟ كيف حتى قبلوا اهلها؟ اول شغلة هذا مكتوب ربي، رب العالمين كاتب انه راح يصير زواج بيناتنا، خلاص نصيب. لكن كيف تعرفت عليها؟ كيف تلاقيت بيها؟ والامور هاي اول شيء انا ما تلاقيت فيها بالجزائر، ولكن اعرفها لما هي كانت موجودة بالجزائر. انا تلاقيت فيها هون في المانيا، ولكن هي كانت جديدة بالمانيا، يعني انا ما جبتها من الجزائر نهائيا. هي اجت بجهودها لاي هون واجت بفيزا دراسة، فهي كانت هون جديدة وحابة تعرف الأماكن. بمحطة القطار سألت عن مكان وسألتني أنا بالذات. الشغلة اللي أنا استغربت بيها لما عرفت أنها جزائرية، ما كانت تعرفني، مو كل الجزائر متابعيني، فهي كانت من ضمن الناس اللي مش متابعيني. أول شيء حكينا سوري وبعدين حكيت معها بالجزائرية فاستغربت، فهنا صارت بيناتنا وفتحنا الموضوع. استغربت من حبي لهذه البلاد وحكيت لها، وهنا فتحنا موضوع الجزائر. وأنا أحب أكلة اسمها الرشتة، شفتها ولكن ما حدا سوالي إياها وحاب أكلها، وهي قالت لي إن شاء الله أسوي لك إياها، بس أول شيء أشوف الأماكن وتساعدني نشوف الأماكن. وشوفتها الأماكن وبس. وصراحة أنا أول ما شفتها أدركت إنه الجمال مش بس جمال الوجه، الجمال جمال الأخلاق، جمال الحشمة، ما شاء الله على هذه الأخلاق. وسألت حالي السؤال هذا، هل كل بنات الجزائر ممتلكين هذا الجمال من الحشمة والأخلاق؟ كل هذه الأمور وطريقة كلامها وطريقة مشيها في الشارع وطريقة لباسها المحتشم، كل هذه الأمور بصراحة جذبتني بقوة لبنت عايشة في ألمانيا وقادرة أنها تعمل أي شيء بدون ما حدا يوقفها، ولكن هي اختارت طريق أنه تظل ماشية مستقيم. قريباها كمان يجوا لعندنا زيارة، ونحن كمان رحنا لعندهم زيارة، وصار في بناتنا زيارات أهل، تعرفنا على بعض أكثر. هنا وقتها الأب عشان يطمن أكثر عطى الأمر للأقرباء وقال لهم بدنا نعرف هذا الشاب إيش هو بالضبط عشان نشوف ونقرر.
يعني أنا بنتي من مدهشها كده، وكان معها حق. وهنا أنا عجبني الأب أنه خايف على بنته، والحمد لله صار نصيب بعد التعارف الكبير هذا وتزوجنا. وبعد الزواج اجت قصة الحب، وما شاء الله يعني أنا كثير مبسوط وتفاهم له. يعني أنا لما جيت يعني قلت لها الكلام هذا، قلت لها وهذا بعد الزواج يعني أنا قلت لها هالجملة هاي: لو مال قلبي عن هواك نزعته وشريت قلبا في هواك يذوب، آيات حبك في فؤادي أحكمت، من قال إني عن هواك أتوب. هي شافت عندي هيك، إيش قلتي؟ يا أم كشرم قد ضحكت علي وقعدت تضحك، قالت لي أب نوال مو؟ أبو نواس. أب نواس إيه. شعر ثاني. قلت يا رب يا ما يمشي الحالة، يمشي حالها بهالطريقة هاي. قلت لها هاي الجملة عشان زبطت. نحبك كي الزلابية، مي الزلابية معسلة وانتي في قلبي مكسلة. هاي زبطت. اصلا الزلابيه ما عادش نزيد ناكلها من هضرتك. الزلابيه اي بس عشان اكون رومانسي بالجزائري. ايش كمان كيف كانت الرومانسية عندكم؟ خلاص ما بدي. خرج الله ابو بال. اي مازال ما خرجتها. ذكر نخرجها. لكن في سبب لازم تعرفونه كيف تنجح علاقة الزواج المغرب العربي مع المشرق. لازم تتفاهمون بين بعض. يعني كيف؟ العقلية مختلفة. الجزائرية لازم تتفهم انه هذا الانسان اكله مختلف، طريقة اول ما يفيق من النوم مختلفة، ايش ياكل اول ما يفيق من النوم مختلفة. فلازم يصير في توافق. يعني نص جزائري ونص سوري، ايام تكون جزائرية ايام تكون سورية، هيك تكون في توافق اكثر، يكون في تفاهم اكثر. ولازم يكون واحد من الطرفين متفاهم كثير وما يعمل مشاكل، وإن شاء الله تنجح العلاقة. ما هو سبب حبك للجزائر وأهلها؟ ستوريات ومحتوى في القمة. صراحة هذا بده فيديو كبير، لأنه في قصة. أنا قبل حكيت على اليوتيوب باختصار بعيد سطحي، بس ما حكيت القصة بالكامل. إن شاء الله أنزل فيديو كامل ليش أنا أحب الجزائر وشلون صارت حبي لهاي البلد ان شاء الله. اوكي، ولهون يكون خلص الفيديو. انا افتح يديني واعمل واحكي. ليش حاطه الاكل جنبي؟ خطر. قلت لك ما تقدرش بيدي. انا نهدر في يدي، نهدر في راسي بقروي، نهدر في كلش. نهدر في عينيا، نهدر في يدي، نهدر في نيفي، نهدر في فمي. مش فمي نهدر بفمي. ما هو سبب حبك للجزائر واهلها؟ ستوريات ومحتوى في القمة. ولهون يكون خلص الفيديو. اتمنى يكون عجبكم، ونشوفكم فيديو جديد. واستنوني بفيديوهات اجمل واحلى، وكتبوا لي بالتعليقات اقتراحات فيديوهات، يعني كان رياكشن وحتى فيديوهات يومية. انا في بالي كمان نعمل فيديوهات يومية، منها اروح اشوفكم لوكسمبورغ، اروح اشوفكم هولندا، اروح اشوفكم بس بطريقة مختلفة، بطريقة سوري وجزائرية، بطريقة جميلة ان شاء الله. وشوفكم فيديو جديد. لا تنسون تكتبون بالتعليق اقتراحاتكم، وتابعوني على الانستغرام. ويلا سلام.